السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هذه الحليوه ديال الفلون اللي كتجي لذيذه وكتجيب واحد الكميه وفيره. هذا الفيديو عندي قديم شويه في القناه، حبيت انني نعاود نشاركه معكم لان اكثريه دار هذه الحليوه وعجباته ونجحت معاه. بالنسبه للمقادير عندي 2 كؤوس ديال السكر سنيده و2 كؤوس ديال الزيت، 4 ديال البيضات و4 ديال الزبده ماركرين، واحد الفلون ديال الفريز وجوج ساشي ديال الخميره ديال الحلويات. بالنسبه للتزيين عندي سكر سنيده وعندي العقيق. بطبيعة الحال راه الدقيق على حسب الخليط ديال العجين. كيف قلت لكم عندي 2 كؤوس ديال السكر سنيده، غادي نخدمهم مع 4 ديال الزبده تكون بحراره المطبخ مزيان مزيان. بعد كنضيف الزيت وكنضيف البيض وكنضيف الفلون. بالنسبه للفلون الا بغيتو اكثر المذاق ديال الفلون يجي غالب، زيد واحد الساشي اخرى. المهم غادي نجمع المكونات مزيان مزيان مع بعض، نمزجهم ونضيف الدقيق وجوج خمارات. العجين خصها تجي رطبه، نديرها كويرات، نفند الوجه ديالها في السكر سنيده بحال هذا الشكل، وغادي نديرها في الصفيحه ديالي اللي مدهونه بشويه ديال الزيت. بالنسبه للطابع انا خديت هذا الطابع ديال الشميشه، لكم نتوما الاختيار. غادي نديرو في السكر هكايا بحال هكا وغادي نطبعها. المهم هاد الحليوه البنات راه كتجي لذيذه 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 بزاف بداك النكهه ديال الفلون. اللي بغات تضيف كي قلت لكم 2 ساشيات، لكم الاختيار، نتوما حرين بغيتو اللي بغيتو. كيف قلت لكم البنات كتجي لذيذه بزاف. بالنسبه للتزيين، من بعد ما طبعتها هكا بهذا المرشم غادي ندير فيها هاد العقيقه. المهم هاد العقيق هو فنيد على شكل عقيق، كنديروه هكا في الوسط ونتكو. ضروري انكم تضغطوا عليه مزيان باش يدخل. صافي تنكمل الكميه كلشي. بالنسبه لهاد العقيق بواطه وحده صغيره كدير 5 دراهم. المهم كتباع عند اللي كيبيعوا اللوازم ديال الحلويات. صافي ندخلها الفران طيب عادي، طيب من التحت تتحمر وعاد طيب من الفوق تعطي داك اللوين محمر هكا زويون. صافي وكتقدم بالصحه والراحه. كتبارك الله البنات، كتعطي تبصيل عامر، كتعطي كميه مهمه. نتمنى الفيديو ينال الاستحسان ديالكم ويعجبكم ويكون خفيف الظريف على قلوبكم. اي حبيت انني صراحه نعاود نشاركها معكم لان اكثر عجباتو. شحال من حدا طبقات هاد الحليوه ديالي وعجباتها، ونتمنى ان شاء الله ينال الاستحسان ديالكم ويعجبكم محتوى قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.